اوريكم انا بعمل ايه، تمام؟ عشان برضو ما تزهقوش. بصوا انا كنستها طبعا، بس انا بعملها معاكم عشان تشوفوا، وبرضو يعني بسيب معاكم حتة اعملها معاكم يعني، فاهمين قصدي؟ يعني هو الفيديو بيبقى طويل جدا، انا ممكن اقسمه على 2 على فكرة، بس انا والله ما بحبش كده عشان ما تزهقوش. بحب يعني ايه اوريكم المختصر المفيد. مش عايزاكم تزهقوا مني، وقولوا لي بقى اعمل ايه في الفيديوهات اللي بتبوظ مني دي. فانا ليه عملت كده؟ عشان انا خفت يعمل لي على الفيديو كوبي رايت، فالفيديو يبوظ او يتشال او كده يعني. فما علينا، خلصت بقى هنا اهو وكنست كويس. هخرج بقى على الناحية اللي هي فيها السفرة. احنا كنا قاعدين هنا امبارح فالدنيا اتبهدلت شوية، بس طبعا احنا عاملين مع بعض يعني ملمعين ومظبطين، وطول ما ايدك في البيت على طول مش هيت يعني مش هيبقى مش نضيف او كده، انتوا فاهميني طبعا. يعني الكسل بلاش منه. اول ما تصحي كده اعملي النسكافيه بتاعك، صلي الضحى، اشربي النسكافيه، افطري لقمة، قومي على طول اعملي بيتك. ما تقعديش بقى، لانه القعدة اللي بعد ما تصحي من النوم دي صدقيني مش هتقومي تنجزي حاجة. ولو قمتي هيبقى الساعة 1 2. لما تصحي من النوم وتفضلي قاعدة على السرير، يعني واحد او واحدة بيحس بكسل، بس لما تصحي من النوم تقومي دايركت على طول على الحمام، اغسلي وشك واسنانك، اتوضي وصلي، اعملي النسكافيه بتاعك كده، يعني هتتنشطي، هتحسي انه بقى فيكي نشاط. بس لو صحيتي فضلتي تتقلبي من اليمين للشمال، من اليمين للشمال، مش هتقومي ولا بعد ساعتين اقل حاجة. ولو قمتي بعد الساعتين هتقومي مكسلة. صدقوني جربوا كده، تصحوا من النوم تقوموا من على السرير على طول، هتحسوا بفرق جامد قوي في اليوم. بتحسي كده ان الدورة الدموية بتتجدد، بس طبعا مش تفتحي عينك تقومي عشان غلط، يعني اللي هو تفوقي كده 5 دقايق وقومي بقى، فوقي من النوم كده براحتك 15 دقايق وقومي شوفي وراكي ايه. بتحسي ان اليوم طويل. شوفوا انا خلصت بيتي كله، عملت فطار، فطرت انا واخويا وجوزي، خلصت مطبخي جاهز على الغدا. يا دوب ورايا ايه ان شاء الله بعمله معاكم في الفيديو اللي هنزله لكم بعد ده، ان انا هعمل ايه، هعمل الغدا، افرش الحاجات اللي احنا شلناها مع بعض، اغسل كذا حاجة. عارفين روتين خفيف كده، يعني ان انا مش هيبقى ورايا حاجة بعد الغدا غير ان انا افرش الحاجات اللي انا كنت شايلها من الارض، الم غسيل، اطبق غسيل، اغسل المواعين بقى اللي هي هتبقى بتاعه الغدا ان شاء الله كده. فانا قاعده براحتي، مفيش مش ضاغطه نفسي. مش معنى كده ان انا بنزل لكم الروتين ده ان انا طول النهار مطحونه في البيت، لا، انا بقوم الصبح اخلص اهو اللي ورايا، بخلص مثلا 10 11، انا بكون صاحيه مثلا 6 7، بفضل بقى قاعده اللي هو من 10 11 ده لحد 1 2، اقعد بقى مريحه اعصابي، ورايا حاجه اعملها لنفسي، اهتم بنفسي، امسك موبايلي، اتفرج على فيلم على مسلسل كده. وبعدين بصي نظمي يومك كده وهتحسي فعلا بفرق. اقوم الساعه 1 الساعه 2، طبعا انا بقوم 1 2 اللي هو على بحسب على ميعاد ما جوزي يرجع من الشغل، تمام؟ لو جوزك بيرجع بدري عن كده تطبخي بدري عن كده طبعا. فبقوم اطبخ الساعة 1 2، ببقى على مهلي، ببقى ارتحت، ببقى عملت كل اللي ورايا، بخلص طبيخي برضو وانا مرتاحة. ويعني بقضي يومي كده على مهلي، مش بسربعة. انا بعمل حاجات كتير في اليوم بتاعي، بس عشان انا يومي كله بركة. الصحيان بدري يا جماعة بركة بجد، انا هفضل اقول لكم كده في كل فيديو روتين، لان فعلا الصحيان بدري ده بركة من ربنا. اليوم لما بيطير، يعني هو كان في حديث عن الرسول او دعاء، بس انا مش حافظاه بالظبط، يعني كان عليه افضل الصلاة والسلام، كان بيقول تقريبا اللهم اني اعوذ بك من يوم اوله مثل اخره تقريبا، يعني مش عايزة اقول حاجة مش متأكدة منها، بس انا فيما معناه يعني انه الرسول كان بيستعيذ من الايام اللي شبه بعض، واليوم اللي يبقى زي اوله زي اخره وكده، ومن الكسل ومن الحاجات دي. فيعني انه لما الواحد يصحى الصبح تقومي تشوف، يعني ده بيمنع الاكتئاب، انك تشوفي وراكي ايه. هي روتين بتعمليه كل يوم، بس احسن من